والله بلادنا بلادنا الثاني المغرب. الله يحفظك. نعم. كنشكروك ما تكثر. السلام عليكم لاله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن المفاجاه هو انه هذا السيد هذا مغربي. السلام عليكم عمي، كيف حالك؟ الله يخليك. كل شيء بخير الحمد لله. ممكن تشرح لنا شنو كدير بالضبط وهذه الطريقه هذه واش مازال الجيل الجديد كيعرف يعملها ولا صافي ما بقاوش؟ قوم على المغرب هي عيننا وهي قلبنا وهي شوف. سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من اسفار حول العالم. اليوم جينا لدبي، كوب 28 قمه المناخ العالميه اللي كينظمها دبي بالمشاركه مع الامم المتحده. هذه القمه المناخ كما كتعرفوا اللي كيتلاقوا فيها جميع الاطراف، جميع الدول اللي مشاركين باش يلقاو حلول بديله للمحافظه على البيئه والمحافظه على المناخ في هذا الكوكب هذا اللي حنا كلنا كنعيشوا فيه. اليوم جينا غادي نكتشفوا شويه، اولا ناخذوا معلومات على شنو هو الكوب و28 وشنو هو علاش كنظموا هذا الكوب كل سنه. والحاجه الثانيه غادي نزوروا جوج ديال الاجنحه او الاروقه ديال الدول العزيزين علينا. غنزوروا جناح المملكه العربيه السعوديه وغنزوروا جناح الامارات العربيه المتحده. غادي تخليكم معنا بزاف ديال الحوايج زوين في هذه الحلقه اليوم، نتشوفوا من بعد. شنو هو مؤتمر كوب؟ هو مؤتمر الاطراف في اتفاقيه الامم المتحده من اجل المناخ. كلمة كوب كتكون من 3 الحروف سي كونفرنس او اوف بي بارتيز، يعني كونفرنس اوف بارتيز كتعني مؤتمر الأطراف وهي الدول المشاركة. هذا العام كوب 28 لأنه الدورة 28 وكتنظم في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في دبي. تيحضر في هذا الاجتماع الدول الأطراف، رؤساء الدول والحكومات والهيئات والمنظمات الغير الحكومية، وتيكون اجتماع رسمي للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. الدور ديال هذا الاجتماع هو يلقاو حلول بديلة باش نحافظوا على الكوكب ديالنا، وخصوصا من المشكل الأول اللي كيواجه كوكب الأرض وهو الاحتباس الحراري. المغرب واللي هو أحد أطراف قمة المناخ حاضر برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة لاله حسناء. إذا سيدنا وحنا جينا نزوروا الكوب 28 غادي ندخلوا نديروا جولة داخل جناح الإمارات العربية المتحدة، نتعرفوا على هذا الجناح، على الثقافة الإماراتية وعلى المهن التقليدية اللي كانت قديما في الإمارات، وكذلك على المستقبل ديال الإمارات وعلاقته بالتنمية والطاقة المستدامة. مجموعة الحوايج غادي نكتشفوهم اليوم، خليكم معنا. كل صباح وكل مرواح يبعث هاتف على دياره للذي يوم الأحد راحي. إذا حنايا في هذه الجولة صراحة الرائعة في الجناح الإماراتي، ومعنا هذا الأخ هذا الفنان اللي كان كيطربنا. السلام عليكم، الاسم الكريم ونتعرفوا عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وياك محمد عبد الله بن عزيز الشحي. شرح لنا بالضبط شنو هو هذا النوع الإماراتي اللي كدير ديال الأغاني. أنا أمثل فن الشلة الإماراتية. فن الشلة. الشلة هاي اللي سمعتها تو شلة عادية يعني، ولكن إذا تبى شلة من الفنون التراثية عندك الفنون، عندك التغرودة. خلينا نعطيك منها يعني. سمعنا انت، خذ راحتك وسمعنا. حنا دابا الجمهور غادي يتعرف على الثقافه الاماراتيه التقليديه، بغاو يعرفوا شنو هذا الشيء. الشله تراث، ولكن بعد فيها عده مراحل. نعم. يعني عده هذا. خلينا نسمعك التغروده. سمعنا. تلاحق وظبيان لي ما تلاينه، تلاحق وظبيان لي ما تلاينه، يلي بنات قطعت الهينه، يلي بنات قطعت الهينه، ليتك تشوف القاع اللي طاح ينه، ليتك تشوف القاع اللي طاح. هذه تغروده. اوكي. وبنعطيك بعد فن اخر، فن الونه. سمعني. ايه
محاولها ولايف ما ملن من الخبيب معارقهن وذايف معارقهن وذايف ومن الجوع اللبيب. طيب هاد الانواع ديال الشيلات الاماراتيه وقتاش كتغنى؟ واش عندها علاقه بشي وقت معين او في الافراح والحفلات؟ اكيد الافراح والحفلات فيها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيها الاهازيج وفيها الشلات وفيها كل شيء، اهازيج الشعبيه، الرزفات والى اخره. لكن خلنا نقول الونه الرجل تعرف انت يعني من سنين كانت عندهم مطايا اللي هي ركاب الناقه الجمل. اوكي. فيوم يقودها من اخطامها وهو مسافر نزل من على ظهر الناقه ويبي يتونس، يعني تعرف انت الدروب كانت طويله، يقود المطيه من اخطامها ويون حتى يوم يمشي ويقول هي باش يتونس في الطريق، يعني باش يولف في الطريق. حتى لين ما يلين اخطامها المطيه بعد الونه يجيب راس المطيه وياه يلين اخطامها معاه في الونه. يعني هو يوم يمشي يعني الرجل على ظهرها لا مش راكب، جارها بس جارها باخطامه وتلين. ولها مثلا نفس البرزه اللي تشوفها الحين الحظيره هذه، هاي تسمى حظيره. اوكي. نعم. يوم يتولفون الربع ويتجمعون، تسمع مني حد بيشل وحد بيعد قصيده وحد بيبتغروده وحد بيبونه لين ما قزروا له. كيتجاوبوا يعني يتجاوبوا في الابيات الشعريه، أكيد. واحد يقول بيت والواحد يجاوب ببيت ثاني على حسب. نعم بعض الاحيان تستوي. وسؤالي واش يعني انا كنشوف دابا هذه الجلسات ديال هذه الموسيقى التقليديه الاماراتيه او الاغاني التقليديه متشابهه ببعض يعني الانواع ديال الموسيقى في المغرب. مثلا عندنا في جبال الاطلس في الجنوب في الصحراء المغربيه، يعني تقريبا نفس النوع الموسيقى. يمكن الكلمات او يعني او الموسيقى تختلف، ولكن تيبقى انه هذاك الرجل الصحراوي في الصحراء مع الناقه ديالو تيردد هذه الكلمات. كذلك عندنا في المغرب الرجل الصحراوي مع الصحراء تيردد الكلمات، او الرجل او المراه في الجبل في الاطلس كتردد الكلمات. يعني تقريبا نفس التطابق ونفس الشيء موجود لا في الامارات ولا في المغرب. سبحان الله. دائما يعني لو تلف الكره الارضيه كلها، في الكره الارضيه هالجبال يعني في تقارب بينهم بين هالجبال في الكرة الأرضية كلها، رغم اختلاف اللهجة أو اختلاف هذا، ولكن في تقارب. يعني راعي المطية عنده تقارب عند راعي المطية اللي عندك في المغرب. راعي الفنون فيها تقارب ولكن اللفظ غير. دائما هي تختلف من نواحي، من زوايا بسيطة، من بعض الإضافات وبعض الأمور. حد يضيف لها يعني خلينا نقول لك هوا، حد يضيف لها بهارات اللي هو نحن نحط لها الزعفران ونحط لها المسمار، القهوة. نعم. وحد ما يضيف لها شيء. زرتي المغرب من قبل؟ والله أتمنى. إلى الآن شكون زارنا في المغرب؟ أتوقع زاروا حد منهم. بسرور ما زرت؟ ايوا خاصكم تزورونا، مرحبا بكم. والله بلادنا الثاني المغرب. نعم. كنشكركم على المغرب هي عيننا وهي قلبنا وهي شوف الله يحفظك. عيني ونشوفي والبصير. الله يحفظكم. شوف انتم خوتنا رغم يعني المسافه اللي ما بين المغرب والامارات، ولكن انتم خوتنا، وهذه العلاقات هذه باينه ما بين الشعب وما بين قيادات الحكومات والدول، ما بين جلاله الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد. الله يحفظهم. الله يحفظهم ويطول باعمارهم. ما قصروا عنا قصيره. لو نتكلم من اليوم ل 100 سنه قدام. وهذا الشيء بدا مع ما نوفي 1% هذا الشيء بدا مع الشيخ زايد والحسن الثاني الله يرحمهم. الله يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه. زايد على كل العرب بالوفا زايد، ساق المراجل لين وقف عددها، حلحيل حلو مر زراع حصاد، كبد يداويها وكبد لهدها،
بديت ذكر اللي بسط 7 بوتاد، واللي رفع 7 بليا عمدها، اذكار للي صار غيثا للأجواد، لا قبلها صارت ولا من بعدها. اذا سيادنا شكرا بزاف، كنشكرك بزاف مره اخرى. الله يطول بعمرك ويحفظك، نحن اللي نشكرك يوميتنا وقربت ويانا وتفضلت. الله يحفظك، هذا شرف لنا، شرف لنا. الله يطول بعمرك. اذا سيادنا احنا مازالين في هذه الجوله وهذه الجلسه الرائعه وهذه الجوله الرائعه في الجناح ديال الاماراتي في كوب دبي 28. خليكم الان في عرس كوب، عرس كوب 28. عرس هذا اعتبره عرس انا. الله يحفظك، الله يحفظك. الرزيف والهازيج والفرحه، اللهم لك الحمد. الحمد لله، الحمد لله. خليكم معنا بزاف المفاجآت اليوم. اذا سيدنا احنا في الجناح الاماراتي وكنكتشفوا الثقافه الاماراتيه مع هذه السيده اللي كدير واحد يعني العمل من الاعمال التقليديه ديال الحياكه. يمكن هي غادي تشرح لنا وتعطينا معلومات اكثر. السلام عليكم لاله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ خديجة الظاهري. قولي لنا، شرحي لنا شويه على هذا النوع اللي كتعملي ديال التقليدي. هذا التلي، هذا أول شيء لبسنا الإماراتيات. ما كان عندنا يعني خوار ما شيء وتطريز ما شيء وكل هذا ما شيء. اللهم هذا التلي بس اللي نحن نخدمه ونركبه على الكنادير اللي مثل هذيله، نركب على الكنادير ونركب على السراويل هن هذيله. وش اسمه هو، بدينا الحين نطور منه، نسوي الشنط، نسوي الميداليات، نسوي الأساور. طورناه التلي وايد اتطور عندنا، ولين الحين نحن محافظين عليه التلي، حتى بناتنا يخدمون ويتعلمونه. يعني هذا تقليدي اماراتي من القديم، يعني من قديم الزمان. وش اسمه هو، ام الامارات تحثنا على هالشيء، الشيخه فاطمه طول بعمرها، تبى بناتنا كلهن يكونن عندهن حرفه، فعشان شي كلنا نخدم ونعلم بناتنا ونعلم البنات مال المدارس مال الجامعات الكليات، كلهن الحين بدنا يتعلمن من اول وجديد ويرجعوا لهالشيء. تبارك الله عليك. هاد اللبسه اللي لابسه انت كتفكرني باللبسه في المغرب، عندنا في جنوب المغرب في الصحراء المغربيه اسمها الملحفه. الملحفه في الجنوب الصحراء يعني تقريبا قريب اللباس اللي لابسه عليه. هذه شيله وعباه، هاي الشيله والعباه. ولا هذا اللي عامله على الوجه شنو هو؟ هذا البرقع، هذا برقع تقليدي، يعني اللي لباس اماراتي تقليدي قديم. معظم الاماراتيات يلبسن، وبالذات يعني الكبار، اما الصغار لا ما يلبسن. وشكرا بزاف على الوقت ديالك وعلى الشروحات اللي عطيتينا. تبارك الله عليكم. الله يعطيك الصحه والعافيه يا ربي. الله يبارك فيك، مع السلامه. حنا دائما في الجناح الاماراتي غنكملوا الجوله ديالنا ونكتشفوا. خليكم معنا. وصراحه ما سخيتش بهذه الجوله في الجناح الاماراتي باش التقاليد الاماراتيه العريقه، وتلاقينا واحد الناس غادي يشرحوا لنا شويه وغادي يعرفونا على هذا شنو تيديروا، شنو هذا النشاط اللي تيديروا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعرفنا شنو النوع اللي كديروا، شنو كديروا بالضبط، وشو كيخيط شي حاجه، شنو كيخيط، واش هذه الشبكه ولا شنو بالضبط كتعملوا؟ طال عمرك نسوي الحرف البحرية القديمة، يعني مثل صناعة الديل وطراقة الليخ وصناعة القرقور، الأشياء القديمة اللي كانوا يستخدمونها أجدادنا في البحر. يعني قديما الناس في الامارات كانوا كيعتمدوا على البحر بزاف، يعني في الاقتصاد الامارات. اي طبعا اكيد، كان البحر بالنسبة للاماراتيين هو الرزق، يعني نعم هو المدخل الوحيد او المكسب الوحيد. نعم. كان كيجمعوا اللؤلؤ اللي سمعت. ممكن تحكي لنا شويه على اللؤلؤ اللي كانوا كيجمعوا اللؤلؤ في الامارات، صح؟ نعم. اللؤلؤ هو موسم، ولكن البحر بالنسبة للإماراتيين على طول السنة، يعني في الصيف الغوص وفي الشتاء الهيال والضغيال والعومة اللي هي السردين يعني. فالحياة مستمرة في البحر كانت، يعني ما في شيء ما يوقفهم عن البحر. أما بالنسبة للغوص هي رحلة شاقة جدا، يعني هي 4 أشهر، ما في خفر سواحل، ما في إسعافات أولية، يصيروا في قوارب بدائية. والله علاش كيعملوا الغوص؟ شنو ملي كيدخلوا بالغوص شنو تيجبدوا من البحر؟ وطبعا جلب اللؤلؤ اللي هو القماش
نعم. ولكن قبل العالم أجدادنا نحن يعني يفلق له 20 30 محارة يلا يحصلوا له، لأن ما كان عندهم دراية بالذكر والعزة والتلقيح. أما الحين في اللؤلؤ الصناعي الياباني يلقحون المحار. نعم. يعني ماشي طبيعي 100%. لا لا تلقيح. واش كتظن بان هذا الشيء التقليدي ديال البحر مازال حاليا في الوقت ديالنا الحالي ولا تبدل؟ لا، هو بالنسبة للغوص قبل 60 سنة يمكن أو أكثر خلاص وقفوا الناس، ما يعني من ظهر اللؤلؤ الصناعي الياباني خلاص وقفوا ولكن كتراث نحيا طبعا دائما التراث يجدد الماضي، عرفت؟ ما كنقولوا من لا ماضي له لا حاضر له. حاضر له، نعم. الله يطول عمر شيوخنا وحكومتنا الكريمة، يعني كل سنة وعلى مدار السنة تقريبا في المهرجانات والفعاليات التراثية. نعم. السلام عليكم عمي، كيف حالك؟ خير الله يخليك. كل شيء بخير الحمد لله. ممكن تشرح لنا شنو كدير بالضبط، وهذه الطريقة هذه واش مازال الجيل الجديد كيعرف يعملها ولا صافي ما بقاوش؟ هذا أعق الديين هو عبارة تقولون سلة. الغواص يعني يغوص بها ويطلع المحار من القوع داخله. يعني هذه الشبكة باش كيطلع المحار. ايوه. زي هذه اللي خلفك شوفها. نعم. والصناعة ديال هذه الشبكة صعيبة شوية ولا سهلة؟ لا سهلة على ما نشوفها. هذا الدين اللي معلق اعطني اياها، هذا اللي معلق اي ابوي، يعني هذا هو الدين. وكنشكركم بزاف ومرحبا بكم اللي جيتوا عندنا حتى انتم للمغرب، مرحبا بكم. شكرا، الله يبارك فيك، شكرا. غادي نكملوا الجوله ديالنا في الجناح الاماراتي، خليكم معنا. وحنا دائما في الجناح الاماراتي هنا في كوب 28 بدبي، دخلنا وغادي نشوفوا ونكتشفوا شويه شنو عندهم هنايا. جينا تلاقينا هذا السيد هذا تيربي عنده في تربيه السلوقي بحال عندنا في المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم، واعطينا تعريف شويه على هذا النوع ديال تربيه الحيوانات. ولكن المفاجاه هو انه هذا السيد هذا مغربي، يعني تبارك الله عليهم المغاربه، يعني كاينين دائما فين ما مشينا. قول لي الاسم الكريم وشويه هضر لنا على تربيه السلوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الجلال أسمينة، رئيس فيدرالية الصيد التقليدي ومحافظ على سلالة السلق العربي بالمغرب سابقا، ومدير مزرعة ديلما كانال في دولة الإمارات للمحافظة على سلالة السلق العربي. اليوم التواجد ديالنا في جناح الإمارات كتعريف بهذا التراث الحي، وهو هو السلوقي العربي الأصيل. والسلوق العربي الأصيل ينقسم إلى قسمين، فيه السلق العربي الأريش أو الأهذب، هو الذي يكون فيه شعر في الأذن والديل. وهناك السلق العربي الحس، هو مثل السلق الموجود عندنا في شمال أفريقيا، حس يعني بدون شعر في الأذن والديل. هذا يعني كتاريخ السلوق العربي عاش مع أجدادنا في القديم الزمان، لا في الجزيرة العربية ولا في شمال أفريقيا. هو يعتبر تراث حي، لأن الناس قبل كانت تفتخر بالخيول ديالها والسلق ديالها. الحمد لله مشاركتنا فعالة كالتعريف بالسلالة هذه والمحافظة عليها في المهرجانات وفي المعارض الدولية والمحلية. إذا كما كنشوفوا هنا كاين الطير، واش هذا نوع ديال الصقر؟ هذا ما يسمى بالجير بيور، هذا موطنه أمريكا وروسيا. هذا النوع هذا تو فرخ عمره 8 أشهر. هذا البيور هذا يسمى بالجير البيور، نوع من الصقور، وهذه إنتاج هذا الصقر ديال الصيد حتى هو. هذا حق بصيد الحبار او الكروان والارانب. تبارك الله تبارك الله. الاسم الكريم شكون معنا؟ محمد الظاهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شويه المعلومات على الصقر حتى انت. هذا نوع الطير، هذا نوع الطير جير بيور، اصله في روسيا يعيش، وفي امريكا يعيش. نستخدمه لصيد الحبارة
حاليا نستخدمها في السباقات في دولة الإمارات، نستخدمها في السباقات وفي الصيد. يعني هذا الصقر هذا كيتسابقوا به. نعم نتسابق به في مسابقات، الله يطول عمر شيوخنا. عندك بطولة كأس رئيس الدولة في أبو ظبي، وفي بطولات في دبي. الشيخ حمدان الله يحفظه ويطول عمره، والشيخ محمد بن راشد، كلهم داعمين لها الرياضة. وإلا بغيت نقول لك الثمن ديال هذا الصقر تقريبا فين كيوصل؟ تقريبا ثمن هذا الطير 50,000 درهم. 50,000 درهم. نعم. شكرا بزاف وتشرفنا بكم، وسنا يعني الخوت الاماراتيين وانت كنفتخروا بك مغربي هنايا موجود في هذه الرياضه هذه. شكرا بزاف، نتلاقاو مره اخرى. اذا حنا دائما موجودين هنا في الجناح الاماراتي، غادي نكملوا الجوله ديالنا وغادي نكتشفوا بزاف د الحوايج. خليكم معنا، حنا مازالين في الجناح الاماراتي وغادي نتلاقاو مع هذه السيده. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم حمد العوضي. هني بنتكلم عن ماضي دولة الإمارات، اتحاد دولة الإمارات، ومستقبل دولة الإمارات إلى حياة أفضل بإذن الله، وأتمنى أنكم تستمتعون في التجربة.